التسوية السياسية ثغرة جديدة لعودة المتورطين بقضايا إرهابية. تلك المخاوف تصاعدت على من يمثل هذا المكون، وذلك ليبقى الخلاف بشأن هذه التسوية قائما من دون معالجة. تنقسم الآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض لموضوع التسوية السياسية التي تصبو إليها العملية السياسية في العراق بالمرحلة المقبلة من أجل القضاء على الخلافات وتوحيد الرؤى والجهود في سبيل خدمة المواطن العراقي، وهي رسالة إلى الكتل والأحزاب لخدمة الصالح العام. وجه رسالة للكتل السياسية والشخصيات بأن يتناسوا الخلافات ويتركوا التمسك بمناصب والمصالح الشخصية، وأن يضعوا مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات. فإذا كانت التسوية السياسية تصب في مصلحة البلد فأهلا بها، وإذا كانت من أجل إرضاء هذا وذاك فالنصيحة لهم بأن يتركوها. الكتل السياسية لها تأثير كبير على هذا الموضوع، لأنه دولة رئيس الوزراء يعني رجل تكنوقراط ومتخصص ومهندس ودكتوراه، وأثبت جدارته بعمله، ولكن مع الأسف أنه هاي التدخلات بعمل دولة رئيس الوزراء وتدخلهم بالوزارات أصبحت الوزارات شاغرة لمدة طويلة، وهذه مثلبة كبيرة ولها تأثير كبير في الإنتاج الوطني والاقتصاد الوطني. مراقبون قالوا أن التسوية السياسية مرحب بها إذا كانت تصب في خدمة الوطن والتخلي عن المناصب الشخصية والفئوية، أما إذا أعادت الملوثين بقضايا الفساد والإرهاب فلا أهلا ولا سهلا بها، كونها تحاول استقطاب شخصيات من إرضاء لهذا وذاك، واللاعب الأساس في الموضوع هم الكتل السياسية. أما مشروع التسوية السياسية إذا صاحب التسوية مطلوب للعدالة وملوث وملطخ بدماء الأبرياء أو عليه شبهات ومحرمات، فكيف يكون صاحب تسوية سياسية؟ صاحب التسوية السياسية يجب أن يكون إنسان وطني. بالنسبة للوطن العراق هذا وطن الجميع، وطن الخير والبركة، وذلك نطلب منهم بالرجاء الأخوي لإخواننا السياسيين نبذ خلافاتهم وتركها جانبا، لأن الخلاف لا يأتي بجدوى. وتبقى الخلافات السياسية تشكل عائقا أمام عمل الحكومة، كونها بنيت على الإرضاءات التي وجهت البلد على طريق المحاصصة المقيتة، فيعول على موضوع التسوية في القضاء على المشاكل السياسية. نبذ الخلافات والتخلي عن المصالح الشخصية والفئوية والعمل من أجل المصلحة الوطنية هو ما يصبو إليه الشارع العراقي، وعلى أمل أن تحظى هذه التسوية السياسية بإرضاء كل الأطراف لخدمة الصالح العام. من بغداد صباح نوري، المسار الفضائي.